هلو. النهارده عايز اتكلم عن الماشين ليرنينج وازاي الهاكر عن طريق جهاز كمبيوتر متعلم شويتين يقدر يسرق اكبر وادق البيانات عنك. الكمبيوتر يقدر يعمل اي عمليه حسابيه في اقل من ثانيه بمجرد انك تديله المعادله وهو يطلع لك الناتج. وكمان احنا كبتوع برمجه نقدر نكتب له كود يترجم الكود دوت ويطلع لنا الاوتبوت اللي احنا كنا عايزينه. ايه رايك لما اقول لك ان احنا نقدر نعلم الكمبيوتر وما نقولوش هو يعمل ايه؟ يعني ايه؟ المثال اللي كنت دايما بقوله ان زمان كان الكمبيوتر بيلعب شطرنج، لكن النهارده الكمبيوتر بقى عارف انه بيلعب شطرنج. يعني ايه المثال دوت معناه ان احنا مش هنبرمج الكمبيوتر ازاي يخترق الخطه بتاع الشطرنج، لا احنا هنعرض على الكمبيوتر اجيال شطرنج كتير بين اتنين بيلعبوها وهو اللي يعلم نفسه بنفسه. يعني بمعنى ادق احنا بنبرمج وعي اصطناعي في الكمبيوتر، ومش لازم انت كيوزر تقعد على الاجهزه الادخال بتاعت الكمبيوتر وتدخل له البيانات اللي انت عايزها، لا انت بتخلي وحدات الادخال دي للكمبيوتر هو اللي يستعملها انه يدرك العالم اللي حواليه. الكمبيوتر عن طريق خوارزميات الوعي الاصطناعي وعن طريق مشاهدته لكم هائل من البيانات وبعض العمليات الاحصائيه يقدر ياخد قرار ويقدر يتنبأ بحدث في المستقبل. يعني الكمبيوتر هيعمل وظائف احنا ما قلنالوش انه يعملها ولا برمجناه انه ينفذها. شركه مايكروسوفت استغلت الماشين ليرنينج في تطوير برنامج الويندوز ديفندر المطبق في نظام التشغيل بتاعهم مايكروسوفت ويندوز، وقدرت عن طريق الويندوز ديفندر صد هجمات الهاكرز او استغلال الكمبيوتر بتاعك انه يبقى منصه للمايننج. لكن للاسف زي ما الشركات استغلت الماشين ليرنينج علشان تطور انظمه الدفاع بتاعتها، الهاكرز برضو استغلوا الماشين ليرنينج او التكنولوجيا ديت في شن هجمات اكبر واكثر شراسه على الناس ما عدا بتوع برمجه طبعا. وخلونا نبدا موضوع الحلقه. 7 طرق استحدثت للهاكرز علشان خاطر يسرقوا بيها البيانات. اول طريقه هي السوشيال انجينيرنج اتاك. في اي نظام حمايه او اي نظام امني، من اول نظام حمايه دول لغايه نظام حمايه الشركه لغايه نظام حمايه الكمبيوتر بتاعك، العنصر البشري هو اضعف حلقه في المنظومه دي كلها، والهاكرز عارفين الموضوع ده كويس قوي، فبالتالي هم بيلعبوا عليه. فعن طريق الهندسه الاجتماعيه الهاكر بيقنعك انك تنشر بياناتك الشخصيه او بياناتك البنكيه وانت راضي تماما. المصيبه مش في كده، المصيبه ان الموضوع ده بيتم بسرعه كبيره جدا، لان خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتقدر تفهم وتدرك وتحلل وتستنتج كل حاجه عنك وبسرعه اكبر مما تتخيل. وفي حاجه بس اخيره، مصطلح السوشيال انجينيرنج مش فرع من فروع هندسه، يعني مش هتلاقي مهندس علاقات، مستحيل. لكن سوشيال انجينيرنج هي بتتقال على الابلكيشن او السوفيستيكيتد ميل وير اللي الهاكر بيعملها علشان خاطر تجمع بيانات عنك، دي بتبقى بنقول عليها سوشيال انجينير. وتاني طريقة هي الفيشنج أو السبير فيشنج، ودي الطريقة اللي بيتبعها الهاكر بيسرقوا بيها قنوات اليوتيوبرز المشهورة زي هلاو اندي تك أو قناة يحيى رضوان. الهاكرز هنا بيدرب خوارزمية الذكاء الاصطناعي علشان تعمل ريل وورلد سيتويشن. يعني إيه؟ يعني شركة جوجل أو مايكروسوفت أو أبل أو أي شركة كبيرة أو حتى شركتك اللي أنت شغال فيها بتبعت لك إيميل، الالجوريزمز دي ما يهمهاش فحوى الايميل ده ايه، لا هي يهمها نمط الايميل ده معمول ازاي، شكله عامل ازاي، شكل الايميل عامل ازاي، عشان تقدر تعمل ايميلات زيها بالظبط وتقع مصيده في الايميلات ديت. فبالتالي تلاقي ايميل مبعوت لك من يوتيوب من جوجل، لكن هو في حقيقه الامر مش من جوجل ولا من يوتيوب. والحل هنا انك لازم تكون واعي وفاهم قوي انك تقدر تفرق من ايميل مبعوت من الشركه فعلا او ايميل مبعوت من سوفيستيكيتد ميل وير او مبعوت من ذكاء اصطناعي، وانك تميز اذا كانت دي هجمه من هاكر ولا مصلحه من شركه. وتالت طريقه هي السبوفينج. والسبوفينج دي كارثه كبيره قوي. ليه؟ لان هنا الالجوريثم بيدرس سلوك رؤساء الدول او سلوك رؤساء الشركات الكبيره او ذوي المناصب الكبيره في الشركه او حتى مديرك، بيدرس سلوكه بالظبط، بيدرس شكله وصوته وطريقه كتابته للبوستات على الفيسبوك وكل حاجه عنه، وبيقدر يعمل نموذج يقدر يتكلم بنفس الطريقه او يعمل معاك مكالمه بنفس الصوت او يعمل حتى مكالمه معاك بالصوت والصوره وانت تكون ضحيه برضو للعمليه ديت. لما ضربت بخيالي كده فكرت ان انا اعمل الجوريزم يحاكي المدير بتاعي ويقدر يعمل نسخه منه تانية، لكن انا اصلا مش فاهم مديري، قعدت بعد شغل معاه 5 سنين ولا 6 سنين انا مش قادر افهمه لغايه النهارده. المهم انا طبعا بحبه وبحترمه جدا. رابع طريقه الرانسام وير او برامج الفديه. العالم كله النهارده بيواجه فيروس كوفيد 19 او الكورونا. هو العالم مذعور في حاله هلع علشان مش علشان خاطر ان فيروس قاتل، لا هو الفيروس سريع الانتشار وخايفين من الميوتيشن لان ده فيروس جديد على البشر وجديد على اجهزه دفاعاتنا الداخليه، انه يحصل له طفره فتغير من سلوكه فيبقى شرس جدا او يبقى قاتل. او كذلك الرانسام وير، في الجوريزمز للذكاء الاصطناعي بتقدر تدخل على الرانسام وير ديت وتغير من تكوينها وتخليها
تتصرف بشذوذ كبير جدا وانها تدمر جهاز الكمبيوتر بتاعك. والحل هي انك دايما تكون محدث برامج الحمايه بتاعتك، وانك تغسل ايدك لمده 20 ثانيه. Discovering loopholes. الهاكر دايما بيدور على ثغرة في أي نظام أمني علشان خاطر يستغلها ويبدأ يشن هجماته، والموضوع ده بياخد وقت. وعلى الجانب التاني خبراء الأمن في الشركة ديت بيحاولوا يسدوا أي ثغرة عندهم، لكن بكل أسف بيكونوا أبطأ من الهاكر. فما بالك لما الهاكر يقدر يطور الجوريثم علشان خاطر هي اللي تدور على الثغرات ديت، وهي اللي تقول له الطرق الأمثل إن هو إزاي يقدر يستغلها ويشن هجمات أشرس وأسرع من الأول. الطريقة السادسة الباسورد أند كابتشا فيوليشن. زمان كنا اليوزر او الشركات بتعتمد بشكل كبير جدا على حمايه حساباتهم عن طريق الباسورد، انها تكون complicated ويكون فيها capital letters وفيها ارقام وحروف. ممكن تكون ده كان افضل اسلوب حمايه زمان، لكن النهارده بكل اسف لا. عن طريق الخوارزميات المتعلمه دي تقدر تخمن الباسورد بتاعتك مهما كان مستوى طاقتها. الطريقه السابعه DDoS اتاك. انت ممكن تحط ضحيه في دماغك علشان خاطر تعمل هاك على الكمبيوتر بتاعها. هنا الهاكر بيعمل منظومة كاملة من سيرفر ودومين وايميل وسوفيستيكيتد ميل ويرز كلها علشان تهاجم الكمبيوتر بتاعك. وهنا في مصطلح انا استغربت ليه جدا لما كنت بدرس الموضوع دوت، الزومبي ماشين. الزومبي ماشين هو منظومة كاملة الهاكر بيطورها علشان خاطر تستهدفك وتستهدف الكمبيوتر بتاعك وتدمر وتسرق بياناتك وتسرق بيانات البنك بتاعك والحسابات بتاعتك كلها وتدمر الكمبيوتر بتاعك. انت متخيل الزومبي اللي احنا بنموته في الالعاب دوت يبقى في حاجه اسمها الزومبي ماشين، وان هو يفضل يطاردك لغايه ما يسرق كل البيانات بتاعتك. موضوع مقلق ومرعب فعلا جدا. في الاخر الحل لكل الطرق ديت انك تكون مشترك في القناه بتاع برمجه، وتكون عندك الوعي والفهم، ودايما اما تكون مبرمج او تفهم وتعرف ازاي تتبرمج. سلام.